السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة كلنا بنحب ان هي تكون موجودة عند الفراخ بتاعتنا. لو عندك فراخ بلدي او فراخ فيومي او ايا كان نوع الفراخ اللي عندك، هي الفراخ اللي عندك هي فراخ مخصصة للبيض، انت جايباها عشان البيض. فانت طبعا بيبقى هدفك ان انت عايزة ترقدي من الفراخ دي. ففي الفيديو ده هقولك ازاي تعرفي ان فرختك دي عايزة ترقد على البيض، وايه اللي تعمليه لما تعرفي ان هي عايزة ترقد على البيض. طبعا اي حد بيربي فراخ بيبقى نفسه الفراخ اللي عنده ترقد على البيض عشان يزود كمية الفراخ اللي عنده. فبدل ما يشتري فراخ من المعمل، يتمنى طبعا ان هما لو بيبيضوا ان الفراخ تنام على البيض. طب الفراخ اللي انت عايزه تنيمها على البيض دي، طبعا مفيش نوم اجباري، يعني مش هنمسك الفرخه كده وننيمها على البيض غصب عنها. ده موضوع ما بيحصلش خالص. عمر الفرخه لما تكون مش عايزه تنام مستحيل ان انت تقدر تنيمها غصب عنها، لازم تكون هي اللي عايزه تنام. فازاي تعرفي ان الفرخه اللي عندك عايزه تنام؟ موضوعنا النهارده عن الرقاد او الفراخ اللي عايزه تنام. ازاي تعرفي ان الفرخه دي عايزه ترقد على بيض او عايزه تنام على البيض؟ طبعا لو عندك فرخه عايزه ترقد على البيض، انت بترصلها بيض على حجم الفرخه اللي هي عايزه ترقد على البيض. يعني مش هتكون الفرخه حجمها قليل وتنيمها على بيض كتير. لا، الفرخه ما يكون حجمها كبير كده ممكن تنيميها على كميه بيض حلوه. لكن الفرخة لو اصلا حجمها صغير فانت بتنيميها على كمية بيض صغيرة. يعني فرخة حجمها حلو كده ممكن تنيميها على 17 بيضة، 18 19 لو حجمها كده مليان وفرخة كده كبيرة. لكن لو فرخة صغيرة طبعا بتنيميها على عدد صغير، 9 10 11. بنظرك كده انت اللي بتشوفي هي لما بتيجي ترقد كده هي حاضنة البيض كله ولا في بيض ظاهر كده ماهيش حاضناه. لان البيض اللي ظاهر وماهيش حضناه طبعا بيض مش متحضن كويس، فالبيض اصلا هيبوظ حتى لو فيه ولده او البيض مخصب. زي ما قلنا الفرخه مش بترقد لوحدها، لازم يكون في مساعده مننا. يعني لو لقيت فرخه كده عايزه ترقد هي عمرها ما هترقد لوحدها، لازم انت تساعديها على الرقاد. عشان نادره جدا لما بتبقى الفرخه عارفه هي عايزه تعمل ايه، خصوصا لو الفرخه دي صغيره ودي اول مره ليها. يعني لو فرخه لسه بربره او لسه يا دوبك مبشره بالبيض وهي عايزه تنام، فهي ذات نفسها ما بتبقاش عارفه ان هي عايزه تنام، فانت لازم تساعديها. طب انت ازاي بتعرفي ان الفرخه دي عايزه تنام؟ اول علامه من علامات ازاي بتعرفي ان الفرخه دي عايزه تنام، بتلاقي الفرخه كده اللي عايزه ترقد بتلاقيها قريبه من مكان البيض على طول، يعني من المكان اللي الفراخ بتبيض فيه. تلاقي الفرخه على طول جنب المكان اللي الفراخ بتبيض فيه، مش بتحب تسيبه خالص مهما شلتيها من جنبه او على البيض. تلاقيها نايمه على البيض، واقفه جنب البيض، جنب البيض على طول. دي اول علامه من علامات رغبتها ان هي عايزه ترقد على البيض. طيب من العلامات برضو اللي هي تعرفي ان الفرخه دي عايزه ترقد على البيض، بتبص للريش. طبعا احنا شايفين الفراخ قدامنا ريشها مساوي اهو. لا، الفرخه اللي عايزه ترقد على البيض تلاقي ريشها كده منفوش، منفوش خالص، الريش مش قريب من بعضه. دي علامة برضو من علامات ان الفرخة عايزة ترقد على البيض. من ضمن العلامات برضو ان هي بتطلع صوت غريب كده، ده صوت بتلاقي صوت بحة كده في صوتها. الصوت ده بيبقى برضو دليل على ان الفرخة دي عايزة ترقد على البيض. من العلامات برضو ان هي بتقلل الاكل والشرب بتاعها عن عادتها. يعني لو الفرخة اصلا اكيلة وبتاكل فتلاقيها نقصت في الاكل بتاعها خالص. وتلاقي علامة برضو ان هي بتسيب بقية الفراخ وغالبا بتبقى لوحدها كده. ده غير من العلامة برضو ان الفرخة دي بتلاقيها عصبية كده وبتعض في الفراخ اللي جنب منها وبتهاجم اي حد بيقرب منها. دي العلامات اللي لو لاحظناها لازم نعمل ايه؟
لازم بقى نساعد الفرخة على الرقاد، ونشوف مكان كده نحط البيض فيه، عشان ان هي تشوف المكان ده وتروح تبيض فيه. فدي علامة من علامات الرقاد بتاع البيض. حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.